عندي مفاجأة كبيرة. معايا جزر أبيض، هطبخلك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة مفاجأة. جربت الجزر الابيض قبل كده؟ لما شفت المشهد ده من الفيلم لقيت ان ممكن نعمل وصفات وسلطات كتير بالجزر الابيض، وكمان ممكن نقدمه للاطفال. حسيته هيكون حلو خصوصا بعد ما جربت الجزر البنفسجي وطلع طعمه حلو قوي. لقيته في كذا مكان وباحجام مختلفه وسعره كان رخيص جدا، تقريبا بنفس سعر الجزر العادي. وبعدين قريت عن الفوائد بتاعته وطريقه طبخه، اكتشفت انه غني جدا بالفوائد وفيتامين سي وكي وفوليك اسيد، يعني مناسب جدا في الحمل وكمان للاطفال. والفرق بينه وبين الجزر العادي ان الجزر الابيض بيكون طعمه احلى في الشوربه والشوي، وطعمه اكنه فيه توابل زي جوز الطيب او الفلفل الابيض كده. ممكن يتاكل ني مع السلطات بس يكون مبشور علشان الانسجه بتاعته تكون طريه شويه، وكمان لان القلب بتاعه من جوه بيكون قاسي شويه وصعب في المضغ لو كان ني، لكن ممكن يتحط في شوربه عادي لانه بيكون اطرى مع الطبخ. وممكن نقطعه بالطول ونشويه او نحطه في الاير فراير ونقدمه للاطفال، او ممكن نضيف عليه زيت زيتون وملح ورشه دبس رمان وندخله في الفرن او الاير فراير ونحطه على السلطه. استنوا سلطه الجزر الابيض في الفيديو اللي جاي وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. معايا جزر أبيض، هطبخلك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة. بس انا مش هعمل شوربه، هعمل لكم احلى سلطه جزر ابيض، ودي تقريبا اغرب سلطه عملتها لاني ما كنتش عارفه المكونات هتطلع عامله ازاي. استنوا اخر الفيديو علشان تشوفوا حلوه ولا لا. قطعت الجزر وضفت له زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وسويته في الاير فراير، وبعدها قطعت تفاح شرايح صغيره وضفت خس احمر واخضر عشان يدي السلطه لون شويه. السلطات المشويه اتاكدوا ان الخس بيكون ناشف تماما. وضفت شويه جزر ابيض ني وشويه تفاح وجبنه فته، وبعدين طلعت الجزر من الاير فراير وكان استوى. وضفت عليه تاني اغرب مكون في السلطه وهو الرمان الابيض، وعشان الدريسنج حطيت زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وليمون، نفس الحاجات تقريبا اللي استخدمتهم مع الجزر الابيض بس ضفت عليهم ليمون. قلبوها كويس قوي وضيفوها على السلطه قبل ما تاكلوها على طول. شكلها طلع حلو قوي بس خفت اجربها يطلع طعمها مش حلو، بس المفاجاه ان طعمها طلع احلى مما تخيلت بكتير. المكونات كلها لايقه على بعض، السكر اللي موجود في الجزر الابيض والرمان والتفاح مع الجبنه الفته طعمها مالح شويه، عاملين مع بعض ميكس حلو قوي. جربوها وقولوا لي رايكم، بالهنا والشفا. تفتكروا ايه اللي بيحصل في اجسامنا لما ناكل الاكل في الموسم بتاعه؟ الاكل لما بيكون طازه ولسه مقطوف من الشجر المكونات بتاعته والفيتامينز والمعادن بتكون في قمه فوائدها، ده غير انها بتكون موجوده بكميات كبيره وسعرها بيكون مناسب جدا. القرع مثلا بيدفي الجسم وبيحميه من الامراض لانه فيه فيتامين اي وسي، والرمان غني جدا بمضادات الاكسده، وكمان التفاح وغني جدا بالالياف. فلو قررتوا تعملوا سلطه بالحاجات دي مع بعض هتبقى من احلى السلطات اللي ممكن تاكلوها. ولو انتم متعودين على الخس في سلطات الصيف جربوا الكيل في سلطات الشتاء او الخريف، مش متخيلين كميه الفوائد الموجوده فيه، ده غير ان السلطه هتبقى حلوه وكمان دافيه ومريحه للمعده. ومن الحاجات اللي حلوه قوي في الخريف البرتقال بكل انواعه، وكمان الجزر بكل انواعه والوانه. الجزر الابيض لو لقيتوه في المكان اللي انتوا عايشين فيه حاولوا تجربوه في شوربه او سلطات، طعمه مسكر وحلو جدا ومغذي ومليان فوائد وبالذات للاطفال. وما تنسوش الحاجات المشتركه ما بين الصيف والخريف زي الخوخ مثلا، بيكون الموسم بتاعها لسه ما خلصش وبتكون كمان فوائدها عاليه. ايه اكتر حاجه بتحبوها في خضار وفاكهه الموسم ده، وبالهنا والشفا. بما اننا في موسم القرع عملت سلطه شتويه وخفيفه مكوناتها كلها لايقه على بعض، دافيه ومريحه للمعده وطريقتها سهله جدا. بس في غلطه عملتها كانت هتبوظ السلطه هقول لكم عليها اخر الفيديو. هنبتدي بالقرع، هاتوا اي نوع انتوا بتحبوه، هنقطعه ونضيف عليه ملح ورشه زيت زيتون ونقلبه كويس لغايه ما الزيت يتغلف فيه ونسويه في الفرن او الاير فراير. وعلى بال ما القرع يستوي هنجهز المكون الاساسي في السلطه وهو الكيل. الكيل مليان فوائد وطعمه حلو جدا في السلطه. الورق بتاعه بيكون ناشف شويه، بنضيف له زيت زيتون وملح، بنعمل له مساج كويس قوي بايدينا علشان الانسجه بتاعته تكون اطرى ونعرف ناكلها وتكون سهله في الهضم. بعد ما تعملوا الخطوه دي هتلاقوه بيلمع كده وكده يكون جاهز للاكل. هنضيف جبنه فته او اي نوع جبنه انتوا بتحبوها هتليق جدا مع السلطه دي. الجبنه هتكمل مكونات السلطه وكمان مصدر بروتين خفيف. وبعدها هنضيف القرع المشوي، وكده السلطه مش ناقصها غير شويه رمان من فوق بيخلي السلطه فيها مزازه وطعم حلو اكتر، والسلطه كلها الوان يعني فوائدها اكتر بكتير. جربوا سلطه القرع بس ما تنسوش تقشروه، واستنوا الفيديوهات اللي جايه وصفات تانية للقرع، وبالهنا والشفا.